احمد حاتم هو اكتر ممثل توكسيك، وفي نفس الوقت عامل سلسله فيديوهات بينصح فيها البنات ازاي تشوف الريد فلاكس وتهرب منها. ازاي؟ انا ما اعرفش، انا عايزاه بنفسه يجاوبني على السؤال ده. اصل احنا لو عدينا الافلام اللي طلع فيها شخصيه طيبه والافلام اللي طلع فيها شخصيه شريره ومصنع ريد فلاجز، يعني مش هنخلص يا جماعه. ده اول دور عرفنا فيه احمد حاتم كان في اوقات فراغ، تروما والله. وبعد كده الفنان ما اقتنعش بالحاجات اللي التافهه دي والخيانات العابره، راح قالي بقى بالليفل وقتل مراته 7000 طعنه في ابن حلال، على ما حبيبته سلمى ابو ضيف اتعكست نزل فيها ضرب وشتيمه، اللي هو انا مالي يا لمبي. عقد توكسيك وعقد الدنيا كلها بتطلع في افلامه ومسلسلاته. ده حتى ما عمل دور لايت وخفيف وجميل في عمر افندي راح خان مراته في زمن تاني. يعني الله عليك يا فنان، الله عليك. منشنوا احمد حاتم في الكومنتات ضروري لازم يجاوبني. اصل بعد ايه يا فنان تنصحني؟ بعد ايه؟ بعد ما كونت لي تروما على مدار السنين، على مر العصور. ايه انا رجع اهرب عن لبيت بيت ابويا ابوكي. ازاي؟ بعد انا هربانه في بيت ابويا، انت منعتني خطي بره بيت ابويا خطوه. جاوبني وقولوا لي انتوا بقى ايه الادوار التوكسيك التانية اللي عملها احمد حاتم وانا نسيت اتكلم عنها.